بدات القصه ديالنا في واحد الليله في الشتاء. كان الجو بارد والريح كيتعاود في الدروب الخاويين. واحد الشاب اسميتو حمزه كان راجع لدارو متاخر بعد ما سال الخدمه. الطريق اللي كيدوز منها خاصه تما حدا المقبره قديمه، مقبره ديال الناس ديال الحومه ديما كيهضروا عليها وكيقولوا بلي كتوقع فيها حوايج غريبه في الليل. حمزه ما كانش كيامن بهاد الهضره، ولكن كان كيضحك ديما وكيقول غير قصص ديال التخويف. وهو كيدوز حدا السور ديال المقبره سمع صوت خفيف بحال شي حاجه كتخبط من الداخل. وقف شويه وبقى كيسمع الصوت. رجع مره اخرى، قال في خاطرو يمكن غير شي قط ولا شي حيوان داخل المقبره. كمل الطريق ديالو ولكن حس بشي حاجه غريبه بحال شي واحد كيتبعو من وراه. دار راسو بسرعه ولكن ما كان حتى حد، غير الظلام والشجر كيتحرك مع الريح. مشى شويه وفجأة سمع خطوات وراه، خطوة من بعد خطوة، ومن بعدها وقف الخطوات ديالو حبسات. مشى منين مشى تحرك ولا سمع نفس المشكل. في هاد اللحظة بدا قلبو كيدق بسرعة، قرب يوصل لنهاية السور ديال المقبرة ولكن سمع صوت مرا ضعيف كيقول اسمع ليا. وقف شويه. حمزة تجمد في بلاصتو. الصوت جا من داخل المقبرة قرب للسور وحاول يشوف ولكن الظلام كان كتيف. الصوت رجع مرة أخرى، الله يرضي عليك حل الباب. حمزة تفاجأ حيت الباب ديال المقبرة معروف مسدود بقفل كبير. مشى حتى للباب، لقى القفل معلق ولكن الباب محلول شوية. دفع الباب بشوية وخرج صوت صرير قوي. دخل خطوة وحدة وبقى واقف. الجو داخل المقبرة كان بارد بزاف. نادى بصوت خافت شكون تما؟ في بعيد شاف الظل ديال المرأة واقفة حدا قبر، لابسة لباس بيض وشعرها مغطي وجهها. مشى حمزة ببطء وقال واش محتاجة مساعدة؟ المرأة بقات ساكتة ومن بعد شوية رفعت وجهها. حمزة تجمد حيت الوجه ديالها كان شاحب بزاف وعينيها غارقين في الظلام. وفجأة ابتسمت وقالت دابا وصلتي؟ حمزة رجع خطوة اللور ولكن طاح في الأرض. منين طاح المرأة اختفت. وقف بسرعة وبغى يخرج ولكن ما بقى، لقى الباب غير القبور في كل بلاصة. فجأة سمع الصوت حدا ودنو، علاش باغي تمشي؟ بدا كيجري بين القبور حتى وصل لقبر قديم فوقو صورة. ومنين شافها تجمد الدم في عروقه. الصورة كانت ديال نفس المرأة وفوق القبر مكتوب توفيت سنة 1983. في ذاك اللحظة سمع ضحكة من وراه. دار راسو لقاها واقفة وراه قريبة بزاف. قربت منه وقالت بصوت بارد كنت كنتسنى شي حد. ومن بعد كل شي سكت. في الصباح لقاو حمزة مغمى عليه في المقبرة. منين فاق في المستشفى قال غير جملة واحدة، كانت واقفة حدا قبري. ومن بعد مشاو البوليس يشوفوا المقبرة، لقاو قبر محفور جديد وفي الاسم ديالو مكتوب عليه كان هو اسم حمزة.